ازاي تعمل بوابة نظر في ماينكرافت؟ بس مش بوابة نظر عادية، بوابة نظر هتنقلك حرفيا أي مكان هتحبه. عندك مثلا الفيليج دي على بعد 950 بلوك. أكيد مش كل مرة هروح لها أكون عايز إن أنا أمشي 950 بلوك. هنعمل إيه؟ نيجي هنا عند السكيلتون سبونر. طبعا ده عالمي مودات، بلعب هارد كور. هعمل لكم سلسلة منه غالبا قريب جدا. يلا، هروح حاليا للسكيلتون سبونر بتاعي عشان هناك حاطط بوابة النظر بتاعتي. شايفين المكان بعيد قد ايه؟ 850 متر. انزل لتحت، اخش بوابة النظر بتاعتنا. طبعا الكلام ده كله هظبطه. تمام. انا عامل ايه؟ عامل مكان للبوابة التانية توديني على طول. ادخل من هنا، باجي هنا على طول هلاقي نفسي عند الفيليج. اخش هنا، احنا في الفيليج 26 متر. طبعا المنطقة دي انا لسه عاملها فمظبطتش منها اي حاجة لسه، ف عادي يعني. يعني بس اوريكم. وادي وصلنا الفيليج في اقل من دقيقتين حرفيا. وصلنا للفيليج بتاعتنا. طيب ازاي عملت كده؟ يلا بينا نشوف. طيب يا شباب، انا دخلت على العالم عادي عشان اوريكم بالتفاصيل. مثلا احنا دلوقتي في بيوم الصحراء. جميل. هنعمل ايه؟ نجيب اي بلوكات كده عشان بس اتاكد ان الفكره بتاعتنا شغاله. نعمل كده. بس ده طبعا ملهاش اي لازمه، انا بس عامل كده عشان نعرف هل هتنقلنا نفس المكان ولا لا. جميل. هنجيب النذر مبدئيا يا شباب. النذر يعني اصغر من العالم العادي بحوالي 8 مرات. لو مشيت قصدي بلوك في النذر فانت مشيت 8 بلوكات في العالم ده. تمام. ده المبدأ اللي احنا ماشيين بيه. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل بوابة عادي جدا في اي مكان اهو. ناخد فلنت، نخش. جميل. دخلنا هنلاقي البوابة. هتعمل ايه؟ هتطلع فوق لحد ارتفاع 115. اشمعنى 115؟ ده احسن ارتفاع انا بحب ابني فيه بصراحة. ما بيكونش فيه حاجات كتير، بيومات فاضية يعني تحت الكلام ده. فأنا هطلع كده. 115. بس وصلنا ل 115. هنا هنعمل سلالم. احنا تقريبا مشينا من مكان غلط. اوكي، المفروض كانت السلالم تعمل الناحية التانية، بس اوكي. آه ما دي كان المفروض نعملها من هنا، بس قشطة. نجيب ستيرز وهتطلع حوض السلالم بتاعتك كلها. اتأكد بس من شكل البوابة. نكسر البوابة اللي تحت. الكلام ده كله.
انت كسرتها هتطلع ازاي؟ لازم يكون معاك كاس دايموند مبدئيا عشان تعمل الكلام ده. كسرنا البوابة، هتطلع تحطها فوق في المكان اللي احنا عايزينه ده. تمام، في نفس مكانها بالظبط. مكانها كان هنا، هتحطها هنا. طبعا مش لازم تعملها كاملة، ممكن توفر في البلوكات عادي. نفتح، نلاقي نفسنا جينا فين؟ جينا في البوابة اللي احنا عملناها. جميل. احسن حاجة هنا ان بلوكات النظر مش بيحسب لك البلوك رقم واي. زي ما انتوا شايفين الواي 72 ده مش بيتحسب، فانت مهما تطلع فوق تنزل تحت كده كده هترجع لنفس المكان. جميل جميل. طيب دلوقتي احنا عايزين مثلا نشوف مكان تاني عشان نعمل فيه البوابة التانية اللي احنا عايزين نعملهم او نربطهم ببعض. هنبعد شوية حلوين، وليكن مثلا نبعد حبة حلوين. مثلا انت جيت تستكشف لقيت البايم ده كويس عجبك. تمام، هتعمل ايه؟ هتعمل بوابة عادي جدا. صح، تخش. لقينا ايه هنا؟ لقينا ان احنا وصلنا لل ال... هنطلع لنفس البلوك اللي هو 115. نفس الطريقة. البوابة نفس الطريقة. هننزل نكسر هنا. ناخدها من هنا نكسرها. وهنطلع فوق. طبعا مش لازم تعمل الكلام ده كله، لو انت عايز المكان بتاعك يعني يفضل بوابة النظر بس تبقى ربط بين عوالم، مش لازم تعمل كده، بس لو انت محتاج البايوم ده هتعمل السلالم. نعمل بوابة، نخش نلاقي نفسنا رجعنا لنفس البوابة. ده كلام محترم. ازاي بقى نربط الاتنين ببعض؟ هنشوف الإحداثي اللي هو كان في بوابة النظر الأولانية اللي احنا عملناها. نطلع فوق كده ونشوف. مالكش دعوة خالص بال15 أو ال16 ديت. ال116 ده مالكش دعوة بالارتفاع اللي هو الواي. هنشوف الارتفاعات اللي هي الاكس والزد. جميل. طيب تربطهم ازاي حاليا؟ حاليا البوابة التانية هنشوف الإحداثيات بتاعتها كانت كام. كانت -5 و9. يعني الإكس -5 والزد 9. هنمشي كده لحد ما نشوف مثلا الحاجات دي بتتحرك. اوكي، ده هنمشي عايزين -5. بس كده هتمشي كده -5. ما مشينا كتير، ماشي. الزد هيبقى 9. هتمشي من هنا. لا، هنمشي من الناحية التانية، سوري. ماشي. جميل، لقينا البوابة التانية في الشارع. طيب لو احنا رحنا البوابة دي، اللي هيحصل هننقلنا للمكان اللي احنا عايزينه. بس هنقلنا للمكان اللي احنا عايزينه. بس هي دي الطريقة بكل بساطة. الطريقة طبعا هتفيدك جدا لو انت بتستكشف بايومز
كتير والكلام دوت، ولقيت بايوم عجبك، بدل ما تروح تسافر له مثلا 2000 بلوك ولا 3000 بلوك ولا 1000 بلوك، لا انت بتعمل بوابات نظر بتربطها ببعض وخلاص. ممكن طبعا تعمل لها ديزاينات من جوه، ممكن تعمل لها سكة قطر، تعمل لها كل اللي انت عايزه، وطبعا انت ودماغك. بس هو ده كان الشرح بتاع النهاردة. شكرا ليكم وسلام.